يواصل الجزائريون ترقبهم بلهفة لمصير قضية هشام عطية والشهيرة إعلاميا بزعيم عصابة بوسماعيل الوهراني، والذي يعد حاليا في حالة فرار بعد صدور أمر باعتقاله لمحاكمته إثر تسرب فيديو يظهر فيه هو ورفاقه وهم يقومون بضرب مواطن جزائري بطريقة وحشية وغير آدمية. وأضافت لسطح فضيحة جديدة لهذا الصعلوك، حيث كشفت أحد ضحاياه والتي كانت صديقة له أنها تعلم بمكان تواجده حاليا. وحسب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري، فإن هذه الفتاة كانت تشتغل مصففة شعر وتعرفت عليه عن طريق الفيسبوك، وأمضى معها 4 سنوات ابتزها خلالها بشكل فظيع، حيث كان يستلف منها مبالغ ضخمة بحجة بناء منزل للزواج منها، وهي كانت بدون تردد وبغباء شديد تدفع له، إلى أن صرحها بأنه سيتركها وسيخطب فتاة أخرى تعيش في فرنسا، وأن مالها الذي كان يجمعه قد سرق منه. وكشفت الفتاة أن الوهراني يقيم في أحد ملاهي وهران في أحد الغرف المخصصة للحراس، حسب ما أخبرها في وقت سابق.